الحزب معنا انه نحنوا الاشواط الكبار الان، مراجعه التعليم، مراجعه مش وقت. احنا عندنا عام الان او اكثر شويه في المجلس التاسيسي، مش نقولوا نوضعوا دستور وقوانين تنظم الانتخابات. بعض التشريعات الضروريه لهذا العام. ماناش باش نحط له الان مواضيع كبيره، لان هذه تهم الشعب التونسي كله، تهم ما نقدروش نعملوا كما من سبقنا، كل وزير يحل شاطي في برنامج التعليم، في برنامج هذا باش يكون كونسيرتاسيون ان شاء الله عريضه كبيره وفعليه. مانيش باش نجيو نسمعوكم ونطبقوا الورقه ونستغلوها لحمله دعائيه للنهضه ولا ل ربما حمله دعائيه للانتخابات ابدا. احنا الان قلت هذا المجلس التاسيسي اللي يكون الدستور والقوانين الضابطه الحياه السياسيه الضروريه للانتقال الى وضعيه الان مستقره. لا دوزيام فاز او لا ترويزيام فاز ان شاء الله، عملنا ثوره، عملنا انتخابات، من بعد باش نمشيو لانتخابات جديده باش تستقر المؤسسات نتاعنا، باش تظهر لا فيزيبيليتي ايكونوميك سوسيال كلها عام جاي بعد عام ولا اكثر شويه ولا اقل ربما، باش نبنيو ما تبقى مؤسسات على دستور وقوانين تعتمد او تستند للدستور، انتخابات رئاسيه تشريعيه حسب ربما سيستم بوليتيكي باش نختاروه، وتنطلق بعد ذلك البناء اللي نجموا بعد ساعه نبداو فيه من الان. ومهمه ان باراليل مهمه الحكومه باش تكون هلا 12 شهر ولا اكثر شويه. ايش عندنا الان لابد من خدمه دور المطافئ، فعلا دور مطافئ. وان شاء الله شركائنا والفاعلين الاجتماعيين وغيرهم يزيدوا يشعلونها نيران اخرى. يكفينا ما عندنا، مفتوحه علينا كل الجبهات، سياسيه واجتماعيه وحدوديه وامنيه وغيرها وغيرها، والتحديات كبيره. قل المسار الثاني الحكومي هو ان بلان دو ميزور تري اورجون في كل المجالات اللي هي تستحق بالترتيب. فما اولويه من الاولويات هذا القطاع الصحي، لان مربوطين بوقت. نحبوا كيفاش نوصلوا بسرعه الى انه ننقذ الموسم السياحي هذه باش يخلينا ننطلقوا بعد ذلك براحه شويه راحه، ونسدوا ربما عجز متراكم في الميزانيه. نحبوا نوصلوا الاهداف كونتيتاتيف ان شاء الله وكاليتاتيف في المجال هذا تصورنا للمجال السياسي في المجلس التاسيسي. نأكد لكم ايضا، وهذا خيارنا في الحكومه، لن ندخل في فتح جبهات ليس لنا الان قدره عليها، لا في وزارات سياده